يلا بينا بقى في الشتاء نعمله ايه؟ يلا بينا نعمله طبق عدس جميل. هنعمل ايه؟ عندي مرقة كانت موجودة في التلاجة من امبارح، حضرتها وحضرت حبة خضار مشكل، كوسة وجزر وطماطم وبصل، ومعايا حبة بهارات مشكلة. هحطهم مع 200 جرام عدس اصفر، غسلته كويس، وهجيب البهارات والثوم عندي بودر. هحط معاهم حبة كركم وكمون والسبع بهارات وشطة وورق لوري. هحط كل ده على بعضه وهرفعه على النار. حطيت المرقة عندي في قدر كبير. المرقة عندي كانت فيها طماطم وبصل. هنزل فيها الخضار المشكل بالراحة، حاطة فيها كمية وافية من الخضار علشان يبقى العدس عندي كامل المواد الغذائية. ممكن تزيدوا بطاطس او اي نوع خضار تاني لو حابين. وكمان هزود طبعا الاساسي وهو العدس، والبهارات هسيبها طبعا في الاخر. هرفعه على النار لغاية ما كل الخضار ده يستوي كويس. ممكن ازود المرقة تاني، هضيف بقى ايه كمية كمان حوالي لتر من الماء. بصوا بقى كده، بعد ما خليتها بقى ايه كده على النار 10 دقايق عمالة تغلي، الاحظ ان العدس خلاص استوى، ولكن هسيبها كمان شوية علشان بقية الخضار يستوى واحدة واحدة. بصوا الجمال والحلاوة، بسم الله ما شاء الله. شكل الخضار يفرح وهو بيستوى كده على النار واحدة واحدة لغاية ما يكمل سواه. بصوا معايا دلوقتي، هلاحظ خلاص ان تقريبا العدس تلاشى وبقى شوربه، والطماطم كذلك دابت نوعا ما. فكده تمام. بصوا معايا، لما اجي اقلب بقى مش هلاقي ان بيطلع معايا عدس. الخضار نفسه بدأ خلاص لونه اتغير، بقى مطهي، اللون دبل كده خلاص تمام. الخضار معايا كله بقى مطهي زي ما انتم شايفينه كده. انا هطفي دلوقتي، هسيبه يرتاح وبعدين هضربه ونكمل وصفتنا. ودلوقتي بعد ما طحنا الخليط بتاع العدس والخضار، يلا بينا للجزء التاني وهو مكونات العدس الأساسية. معانا دلوقتي شعرية وطبعا زيت الزيتون، وهستخدم معاه قطعة من الزبدة هحطها في الآخر، وملح والبهارات والعدس. يلا بينا بقى نروح مرة تانية على البوتاجاز. حطينا القدر على النار وهنحط فيه كمية حلوة من زيت الزيتون، ولتكن تقريبا يعني حوالي 6 معالق من زيت الزيتون علشان احمر فيها الشعرية. هسيبها تسخن شوية وبعدين ارجع لها. بدأ زيت الزيتون يسخن معايا، هنزل فيه الشعرية. هحط مقدار معلقتين من الشعرية وهبدأ احمرها في زيت الزيتون. حمرتها لما وصلت للدرجة دي، هبدأ بقى انزل بيه. وبعدين اكمل كل الكمية. نزلت بكمية العدس كلها اللي في الاناء بتاعي، وكمان زودت عليها نص لتر مية علشان انا عايزاها شوربة. هلاحظ ان الشعرية هتمتص كمية من المية اللي انا زودتها. تمام. في الوقت ده انا هحط البهارات كلها، وكمان هضيف ورق اللوري. هنزل كل البهارات اللي موجودة في الاناء بتاعي، وهظبط الملح بتاعي.
اقلبه تقليب كويس وهسيبه يغلي. وهو بيغلي على النار مش هنسى اضيف قطعة زبدة حلوة كده، حوالي 25 جرام، علشان احسن الطعم بتاعي. طبعا ما ضفتهاش الاول علشان ما تتحرقش، ولكن انا حطها دلوقتي عشان تحسن الطعم. ممكن ازيد قطعة زبدة بقري حلوة او جاموسي، او اضيف معلقة سمن بلدي، او استكفى بزيت الزيتون. لاحظوا ان انا ما عملتش بصل محمر علشان يبقى صحي وخفيف على المعدة. طبعا احنا بنعمل اكل صحي. هسيبه يغلي وبعدين نشوفه في طبق التقديم. كل العدس ما يبقى يفور معايا هيبدأ بقى يفور ويغلي، يعمل الرغاوي الجميلة دي. بصوا، شعور جميل بالدفء. الشعرية بقى هتبدأ جوه تستوى معاه، وهيبقى كده 100 كده. بقى احنا يا دوب يغلي ونروحوا بقى نصبه. ويا جمال عليك يا كهرمان، ظبطنا بقى الملح وظبطنا كل حاجة والبهارات، مش باقي. بصوا بقى كده، هو ما شاء الله 100. بصوا غلو بقى جميل ازاي. بصوا الجمال والحلاوة، يا حلاوتك يا كهرمان. بصوا غلو بقى جميل ازاي. يلا بينا بقى نروح نغلفه بالاطباق. شايفين احلى شعور بالدفى كده؟ احنا ندفع عليه بقى وجميل وحلاوتك يا كهرمان. يلا بينا بقى نروحوا نصبه 100. جبت عيش بقى بلدي وحمصته في الفرن، ويلا جبت الشوربه معايا. وهعمل اقلب الشوربه، وهبدأ بسم الله واقرب بقى على العدس بتاعي وكمان العيش البلدي، وهبدأ بسم الله واملى بقى العيش. ويلا اخلي ورق اللورة كده علشان يدي نكهة حلوة لغاية ما الفتة بتاعتي تملى العيش وتخليه طري وجميل. بصوا اغرقها، ازود الشوربة لغاية ما املى كل الاناء بتاعي. اقلب الشوربة وازود فين؟ على العيش. اقلب الشوربة واملى على العيش. الفتة تحب الشوربة تكون خفيفة. تمام. املى كل الاناء بتاعي لغاية ما كل العيش يبقى غرقان فيها كده، علشان هو بيبقى قاسي شوية عن العيش اللي بيجي متأمر جاهز من الفرن. طبعا احنا عارفين العيش اللي بيجي جاهز كده بيبقى متحمر كده 100 حلو، لكن انا ده محمصاه في البيت. تمام. اجيب بقى دلوقتي غطا او صينية واغطيها واسيبها كده شوية عبال ما اجهز بقية حاجتي، وبعدين نشوفوا هنعمل ايه. جبت صينية وهغطيه كده. تمام. وهسيبها شويتين علشان البخار يطري العيش.